المسجد لو أن شخصا عنده أرض قال هذه الأرض وقفتها مسجدا، هذه لا يقال لها مسجد، هذه أرض. متى تسمى مسجدا؟ أيضا إذا بنيت لها حيطان. ممكن يبنون حائط ارتفاعه نصف متر مربع حول الأرض، صار مسجد. وارد في الرواية أن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان مقدار قامة، واحد يوقف يعني 1.5 تقريبا، هالشكل، أقل من 1.5 متر. المسجد النبوي الشريف أول ما بني، زين، ما يريد له سقف، لا ما يريد له سقف. إذا واحد يريد يبني مسجد شرعي ما بيروح وتعال وما له شغل بالناس فلان قال وفلان حكى، عنده أرض يسوي له حائط نص متر متر مربع حول الأرض، يقول هذا مسجد، هذا مسجد شرعي جيد. الرواية مضمونها أنا ذاكرها كم مرة هنا، مضمونها أنه هذا الارتفاع كان حائط مربع، وكانت الدنيا صيف حارة، فقالوا يا رسول الله ألا نتخذ عريشا، نحط شوية سعف كذا نص المسجد حتى ظلال يصير نوقف تحت الظل. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله، سووا جزء من المسجد عريش، حطوا جذوع نخل أو فوقها حصير مثلا حصران أو كذا شوية سعف نخيل، قاموا يصلون. صار الشتاء، أمطرت الدنيا، قام ينقط، هذا بعد ما في شيء يحول، ينقط. قالوا يا رسول الله نطينه، نحط طين، طين طين، مو ديكور ولا حديد ولا كونكريت، طين. قال لا، يعني مو كل يوم تسوون شغلة، قلنا لكم ما يخالف، عريش ومشت، المرة تدون طين تحطون. قال لا، عريش كعريش موسى بن عمران عليه السلام، يعني ما سمح لهم حتى بالطين. هذا المسجد الشرعي هذا مش كثر يكلف. إذا واحد عنده أرض، الأرض إذا حصلها القضية كلش رخيصة، يمكن ما تكلفه 200 دينار، يشتري له شوية طابوق ويحطه مربع وفي أمان الله، انتهت القضية، لا سقف ولا هم يحزنون. هذا المسجد الشرعي الزين. اليوم المسجد يقول له 1,000,000 دينار يكلفك، مسجد ب1,000,000 دينار يكلفك، شنو قاعد تسوي؟ قصر قاعد تبني؟ اي يعني تقريبا المساجد أكثرها جميلة تشبه القصور الفارهة، هل كثر فيها ديكورات وتفاصيل؟ هي بس الكهرباء مالتها تبني ب50 مسجد 100 مسجد بها مثلا، التكييف مالها الكثر يكلف، الثريا يبنون بها مسجدين 3 شرعيين مثلا. على كل حال يعني فيها إشكال، مثلا هذه حرام ما تجوز، الجوز ما فيها إشكال، لكنها مكروهة، زخرفة المساجد مكروهة. المنارة قايلين ينبغي ألا تكون أعلى من حائط المسجد، يعني الحائط المنارة بطول الحائط، لا تصير أعلى. الآن المنائر تناطح السحاب ويصير هم تباري بين البعض، يقول له منارتي أطول من منارتك مثلا، والله فلان واحد بنى مسجد منارته أطول منارة بالكرة الأرضية، وزين وبعدين يعني شنو يسوي؟ منائر طويلة، قباب، وارد في أحوال آخر الزمان وطولت المنائر وزخرفت المساجد
ووارد أيضا أن الحجة عليه السلام إذا ظهر أكو عدة أمور يسويها، واحد منها أنه يهدم المنائر. وشوف ايش كثر راح يوقفون أمام الحجة ذاك الوقت، كثير من اللي الآن يقولون يمتى الفرج ويزورون وكذا ويحط إيده على راسه، إذا طلع الإمام وقال يلا هاي المنارة هدموها، أكو احتمال يوقف أمام الإمام يقول له لا ليش تهدمها، هذه مكلفة أموال مثلا، يقوم يعاند. كثير من الأمور الإمام يريد يسويها، ربما هالكثر ناس يقفون في وجهه عليه السلام، لكن الشيء الزين أنه ذاك اليوم بعد ما حد يقدر يوقف بوجه الإمام، خلاص الإمام جاي بقوة إلهية ما حد يقدر يوقف أمامه.